بص يا اخويا المشاهد، مبدئيا كده قبل ما نبدأ الفيديو عايز بس اقول كده 3 حاجات وبعد كده نبدأ الفيديو ونتدلع بالروقان. تمام. اول حاجة بقى، والحمد لله والشكر لك يا رب ثم ليكم، لاننا وصلنا لاكبر عدد من المشتركين وكمان المشاهدات، وما كنتش اتوقع ان احنا نوصله لكده ابدا، بس الفضل كله يعود لله ثم ليكم لانكم داعمنا وواقفين كمان في ظهرنا دايما. اما تاني حاجة بقى، فيعني بص عايز المشاهد، احنا خلاص يعني 80 مشترك وداخلين على 100، فعايزين نوصلوا ايه ل 100 مشترك، وباذن الله نوصله في الفيديو ده. اما اخر حاجه بقى عشان ما اطولش عليك كتير، فانا بصوا مش عارف انا ليا في ملخصات الرعب والاكشن والكلام ده، بس قررت اعمل لك واحد كده وبطريقه كده خفيفه ولذيذه، فمش عايز اطول عليك وعايزك تستمتع كمان بالمشاهده. وجهز شايك اللذيذ وخلينا نبدا الفيلم يا جميل. بيبدا الفيلم بثلاث اهرامات في مصر عندنا كده، وبتعرف ان كان في 4 داخلين بعثه استكشافيه للاهرامات، وبنرجع بقى بالزمن كده حبتين عشان نفهم شويه حاجتين. نعرف ان في قرش كان بيقولوا عليه اله وبتنجان وخيبه كتير يا صديقي، ولكن احنا هنقوله قرش وده المساعد بتاعه. بيقولوا المساعد بتاعه الواحد، بص يا صاحبي انتوا عندكم بقى في الامريكان طيارات وحروب وجيش ملهوش نهايه، اما احنا هنا يابا في مصر عندنا ال3 اهرامات. ايه اللي يخليكم بقى تحاولوا انكم تفتحوا بقى عند الهرم الكبير وفي الاوضه السريه؟ حد قال لك يا ابني تقرب هناك وتفتح السر اللي احنا مخبينه بقى لنا سنين؟ قال له يا سعاده الرئيس والله ماليش دعوه. قال له ماليش دعوه انا كمان، هات ياض القرش ياض اما يتعشى بيه، وفعلا بيجيب له قرش عزيز مشاهد وبيخلص عليه. نرجع بقى للحاضر وبنعرف بقى ان ال4 المستكشفين ديت هم داخلين نفس الاوضه اللي هتكون عليهم جحيم، واول ما بيخشوا هناك بتكون المستكشفه اللي فيهم اللي هي بتفهم الرموز والالغاز الغريبه بتكون فرحانه، وهم تكون مستغربه ليه هم مخلين المهمه دي سريه جدا كده. ولكن عرفت دلوقتي هم ليه مخلينها سريه، بسبب ان هي فعلا في هنا الغاز وحروف وحاجات كتير جميله. اول ما بتقرا الحروف والحاجات دي بتقول اي حد دخل هنا في الاوضه ديت فمش هيطلع حاجه، فبتصدم كده هي والفريق بتاعها وبيقول لها انت شفت ايه؟ بتقول لهم لا 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 انا ما شفتش حاجه، ده انا مبهوره جدا من اللي انا شفته. بيكملوا الاستكشاف اللي هم فيه، واخر ما بيزهقوا بيناموا. نرجع بقى لعندنا الساحر البتنجاني، وهو كان بيقول دخلتوا تاني الاوضه وعملتوا تاني اللي في دماغكم وربنا ما يسيبكم غير لما اخلص عليكم. اروح لهم عندهم وهو بيفضل يستكشف في المكان وهو بيبص على الحريم وبيبص على الرجال، بقول كده تمام 4 بالتمام والكمال يا دوبك يكفوا بطن القرش، وبيسيبهم وبيمشي. واول ما بيصحوا بيكونوا خايفين لانهم ال4 حملوا حلم وحش، وهم طبعا اول ما بيشوفوا كده بيقرروا ان هم يسيبوا المكان ويسيبوا الدنيا وبلا استكشاف بلا نيله، يرجعوا مكان مجهول. وفعلا بيسيبوا المكان وبيطلعوا وبيكونوا ماشيين في الغابه وبيكونوا مرعوبين لانهم عارفين ان سمكه القرش ديت مش هتسيبهم لانهم ال4 حلموا بيها. وبنشوف الساحر البتنجاني مساعد سمكه القرش ان هو قاعد كده وبيقول شالا بلابا شولو بلبي شندر فندا، بيعرف بقى مكانهم فين وبيقول لهم ده انتوا ليلتكم سودا، انا مش هسيبكم غير لما اخلص عليكم واحد واحد. وبيتنقل عندهم وما يكونش حد عارف، وهم طبعا نايمين بالليل. بيكون البيت سوزي والبيت شوزي تمام كلهم الاتنين مع بعض نايمين في نفس المكان، فبخش الساحر وبيعمل شويه تعويذات بصح سوزي وبياخدها معاه. ونعرف بقى ان سوزي دي خلاص بقت تحت سيطرته ومفيش حد يعرف يفك السيطره ده لما يخلصوا عليه. بياخدها وبيوديها في مكان غريب كده وبيقول النهارده ورايح انت هتتجوز زي ما كانت القرش. يا اسطى عيب يا اسطى، طب قلت اهرامات مصريه قلنا ماشي، لكن يعني ازاي؟ بس ما علينا نكمل الفيلم اخويا مشاهد. نروح بقى للمجموعه ال3، وهو اول ما بيصحوا بيعرفوا ان في واحده منهم اختفت، فبيبقوا خايفين، فبيقرروا ان هم ال3 يفترقوا ويدوروا عليها ويرجعوا تاني يجتمعوا في نفس المكان في وقت واحد. وبيعلن كله بيروح يستكشف، والراجل التخين ابو شنب كبير بيكون قاعد يستكشف في كل مكان، فبيطلع له مره واحده سمكه قرش وبتقول له وربنا ما يسيبها غير لما اخد منك حته، يا تقول له لا الا دي وربنا ما يسيبها خد يد علينا، وبيفضل يجعر مكانه. ولكن ده من كتر الرعب اصلا بيكون بيجري ومش عارف يروح فين، لحد ما بيوصل لهم وهو بيقول لهم انا شفت سمكه قرش وكانت بتجري وراه في الغابه. بيقول له يا ابني سمكه القرش بتعيش في الميه، شكلك شارب حاجه وتعبان. انت تعبان يا ابو اسماعيل، تعبان اسمع مني. بيقول لهم لا انا مش تعبان، انا سمعت كده حاجات غريبه. بيقول له يا ابني احنا هنرجع تاني نروحوا ونشوف الدنيا فيها ايه. وبتروح البت شوسي عشان طبعا تدور على شويه حاجات وتعرف صاحبتها راحت فين، وهي ماشيه كده بيطلع لها
السعد وبيقول لها مفيش حته ماشيه من هنا غير لما اطلع عينها، وسع كده بالبلطه اللي معايا دي، خدي دي يلا وديها الحياه. ولكن هي اللي بتمسكها وبيكون عندها شويه حركات كده فبتخلص عليه، يلا يا حبيبي ودع انت الحياه. ولكن اول ما روحه بتطلع كده بيقول وربنا لسه الموضوع ما خلص، انتوا مفكرين انا هودع الدنيا كده بسهوله؟ حد قال لكم تروح عند اوضه خفرع من كفرع؟ ده انا هطلع عينكم. وبيودع كده وبيرجعوا هما الثلاثه مع بعض تاني يجتمعوا، وبيكونوا مستغربين لان الراجل ده بيقول كلام غريب. نرجع بقى للقوات المسلحه بتاعت الامريكان، وهي كانت قاعده تدور على المجموعه البعثه استكشافيه، ولكن ما فيش اي فايده. فواحد منهم بيدور وبيلاقي سمكه قرش كده، فبتقول له جرى ايه، هتصور شنبي ولا دهن ولا ايه؟ خد دي. وبتكسر لهم الكاميرا اللي هم كانوا قاعدين يصوروا بيها. بقول اما في حاجه غريبه صح، سمكه قرش؟ طب وهي ازاي عرفت ان دي كاميرا، ولا احنا بنراقبوها، ولا بندور على البعثه الاستكشافيه؟ المهم يعني نكملوا تدور وخلاص. نرجع بقى لصحابنا اللي كانوا فاضلهم شويه وهيخبطوا في بعض من كتر الخوف، يقرروا ان هم يدوروا ايه على صاحبتهم. فبيفضلوا ماشيين وماشيين لحد ما بيلاقوها في كهف غريب، واول ما بيخشوا هناك بيلاقوها بالمنظر ده زي مشاهد، مش راضيه تسمع لهم ولا اي حاجه، كانها منومه مغناطيسي. ما انا قلت لكم يا اخواتي لازم تخلصوا على قرش، قوم ساعد القرش عشان ايه ترجع تاني لوعيها. ولكن هنا الصدمه، بيطلع لهم القرش ويقول يا فيها يا اخفيها، انا كده كده مش فارقه معايا حاجه. هو بيستعشى بالراجل اللي هو القصير ده، ما اعرفش هما كانوا جايبين بالفيلم بالغلط ولا ايه، بس بيستعشى بيه. وبياخدوا الاتنين بعضهم وبيطلعوا يجروا من المكان لانهم فاضل لهم شويه ويعملوهم على نفسهم. وهم بيجروا والقرش يجروا وراهم، هم يجروا والقرش يدور عليهم بيقول لهم مستخبين مني ليه؟ انا كل الحكايه اخد حته من الحته اللي تحت وخلاص واسيبكم تمشوا. ولكن دول بيكونوا فاضل لهم شويه يعملوهم على نفسهم. فالراجل بيقول لها جريس يا ست، انت معاك راجل ما تقلقيش، ده انا هروقلك عليه. بتقول له تنيل على عينك بقى يا عم، تروق على مين؟ ده اللي هيجي يستعشى بينا قبل ما احنا نستعشى باي حاجه. وبيفضلوا يدوروا ولكن ما فيش اي فايده. والحمد لله بيكتب لهم عمر جديد بسبب ان واحد من الطيارات المسلحه اللي هو تبع الامريكان بيشوفهم وبيقول اخيرا لقيتكم. ولكن بيلاقي ان في قرش بيطاردهم، فبيقول قرش في غابه فاضيه؟ طب مشي في البحر، ايه اللي مشاك هنا؟ هو بينزل عليه بصاروخ بيجيب اجله، ولكن ده ما بيودعش الحياه بسرعه وبيطلع له لسه تاني. فبينزل عليه بكم واحد والحمد لله انه بدا بيخلص عليه. وبيكون ابن المحظوظين دولت يكتب لهم عمر جديد. فبيرجعوا تاني ايه مكان مجومه، وبيلاقوا ايه صاحبتهم الحمد لله فاقت وبقت كله تمام. فبياخدوها وبيكون كده انكتب لهم عمر جديد وحياه كمان جديده. وبيكون هنا يا اخوات المشاهدين خلص الفيلم. والله خلص الفيلم. انت مستغرب ليه؟ 8 دقايق عايز مشاهد بس حلو والله، اسمع مني حلو عايز مشاهد، حط لايك 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 واشتراك وكومنت جميل. وعايز اقول لك سلام. هي دي كده كانت تجربتي في فيلم كده من اللي هم دول. بس عايزك تقول لي بقى رايك في التعليقات، لان طبعا بشوف كل التعليقات. ويلا سلام.